السلام عليكم. حليمة أهلا وسهلا. لطيفة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع. تحية للجميع أيها الإخوة، رجاء التكبيس. كبسونا أيها الإخوة. شاوي أهلا وسهلا أخويا. صحاب طورك. رجاء التكبيس وتوزيع اللايف رجاء أيها الإخوة الكرام. خلينا نحط موضوع اللايف. خلونا نحط موضوع لللايف. استيلاء سنة 1900 من هذا الكتاب سنة 1574. استيلاء الجزائريين على فاس. استيلاء عام 1900 و1500. خلينا نكتب عنوان إن شاء الله. نكتب العنوان وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ النقاش. استيلاء الجزائريين على مدينة فاس. لا فقط هكا فقط. استيلاء الجزائريين على مدينة فاس. خلينا نخليها شوية هكا. أهلا وسهلا أيها الأخوة، مرحبا بكم. إذا خدنا هذا الذي حولكم، الكتاب الذي حولكم أيها الأخوة كتاب مهم، كتاب لجيل كامبون باي جيل كامبون. هذا فيه معلومات قيمة، وأنا من خلال قراءتي لهذا الكتاب وجدت أن الجزائريين استولوا على فاس يعني مرتين. المرة الأولى سنة 1574 والثانية سنة 1576. إذا طالما أننا يعني وصلنا هذه المدينة واستولينا عليها، فمن حقنا نحن كذلك المطالبة بفاس على أنها يعني مدينة جزائرية مثل ما يفعل المغاربة، من باب المعاملة بالمثل ومن باب الفهم كما يفهمون. نحن كذلك نحاول أن نفهم ما يفهمون. هذاك الله يا أخي، هل توجد دولة اسمها الجزائر؟ طبعا يا أخي، منذ 1554 دولة الجزائر موجودة بالاسم فقط، لكن كدولة هي عندها 23 قرن من الوجود. دولتك يا أبا مراكش هي التي لا وجود لها يا أخي العزيز. ما كاش دولة اسمها المغرب أو المملكة المغربية. المملكة المغربية بعد الاستقلال ظهرت فقط سنة 1956. بعد هذا كنتم مراكش وكنتم إمارات وفاس ومكناس وهكذا، لم تكونوا دولة أخي العزيز. ما كنتوش دولة. انت هذا في اللغة العربية قال لك واحد المثال: رمتني بدائها وانسلت. وإحنا في اللايفات التي أنت تتحداني، طب اطلع أروح. أوكي، كبس لنا شوية، يخلي يطلع شوية اللايف وخلينا نشيره وخلينا نفتح الكتاب ونشوفوا ما التي كانت دولة. هل المغرب كانت دولة أو الجزائر كانت دولة؟ أوكي، خلوا كبسونا شوية أيها الأخوة الكرام. كبسونا رجاء وشيروا اللايف، وزعوا اللايف حتى يعني ينتشر. يلتحق بنا الإخوة الجزائريين. خليني نوزع شوية اللايف ونطلعك أبو مراكش، وسوف نسمع منك. ورينا وأثبت لنا أنكم حقيقة كنتم دولة. خلينا نلغوا الإخوة الكرام توعنا: الإمبراطور الجزائري، السوفي، نلغوا الشاوي، حسب الله، حميدة بن حميدة، نلغوا الرضا. الإخوة هذو نقدر يحضروا معنا في اللايف، خلينا نستدعوهم. دوك نسمعوك.
دوك نسمعك يا با مراكش، سوف نسمعك. آه، دقيقة. إذا في هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب يروي لنا قصة استسلام العلوي المولاي إسماعيل العلوي للباي شعبان، للداي شعبان. وقد يروي الكتاب يعني طريقة مهينة لاستسلام مولاي سليمان مولاي إسماعيل العلوي، الذي كانت له يعني نزوات توسعية، ولكن دائما كان يأخذ على قفاه، على قول المشارقة كان يأخذ على قفاه. ووصل الجيش الجزائري بقيادة الحاج شعبان، وصلوا إلى فاس. و لا ليس تركيا أخويا، لا 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 لا، الجزائر كانت مستقلة. نعم كانوا هم يعني عندهم أصول عثمانية وجزائرية. هذا الباي شعبان على أصول جزائرية. الباي محمد بن عثمان زائد في الجزائر، الكثير من البايات موجودين في الجزائر، مثل العلوي اللي راه عندكم نفس الشيء أخونا يا با مراكش، نفس الشيء. أنت راهم يحكمونك الأجانب منذ سنة 1666، العلويين يحكمونك. إذا يعني ذهبت بهذا المنطق سوف نقول لك بلي راك منذ 1666 وانت يحكمك الأجانب العلويين. إذا ماذا بك ما تاخذش في هذا المنحى، وإلا سوف تكون يعني في موقف ضعف العنقاء. أوكي، خلينا نطلعوا با مراكش. تفضل يا با مراكش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سي بولوغين، كيف حالك أخويا؟ معك نصب. لا بأس والحمد لله أخويا. أخبار كي دوز سي رمضان بخير وعلى خير؟ والله لنا إننا في نعمة. سمعت في الجزائر أنا ماك عايشين معصب واحد. على المغرب؟ ماك على معصب على المغرب؟ اش ضرك في المغرب بولوغين؟ مالك؟ مانيش معصب. من قال أنني معصب؟ أنا أسرد أحداثا تاريخية. وانت دابا تتهضر وتقول كذا كذا. يلا أخويا تبت لي أنا هذه الجزائر أنها كانت في 1576 تنتسنى. كنت معنا في اللايفات لا التي متى كانت. أخويا بولوغين؟ ما نكذبش عليك أنا اللايف إلا كان في سميتو الخرصي وشي لعبات نسمعو ما خرصي تنهرب. ما دابا انا درت لك غير خاطر خرطشي قسما خرطشي بالله خرطشي اخويا خرطشي. بولوغين. شوف بولوغين، واش مخرطشي؟ والله الا عزيز اسمع نقول لك واحد الكلمه الله يرضي عليك. انت راه عزيز عليا بلا هذا الشيء، انا تتعجبني انك تتبحث تتقلب بزاف اللعيبات. هذا الشيء تسول الاخوان من ورايا، هادشي كنقولوا من وراك، ماشي غنقول لك في وجهك ولا راه مزيان نقول لك في وجهك، ولكن انا من وراك كنقول لهم بولوغين كيعجبني انه كيبحث وكذا ولعيبات وتيسول صامتي وسول الاخوان. ايوا صح فهمتيني؟ اخويا، صح اخويا، شكرا. غير انا خويا بولوغين، باش تقول لي كانت دوله الجزائر انا 1576 اخويا بولوغين، انا ما عمرني سمعت هذه المعلومه هذه. كي تنقولوا لها نورني هاني تنسمع اوكي لك انا نورني. اوكي انا اوكي قابل، اسمع انا قابل اي حاجه قلتها قابل نتصنت لك لها مرحبا. اوكي اوكي. ثم انت يلا الحاجه اخويا، الحاجه انت اللي ما تعرفهاش، زعما اللي ما سمعتش بها، اذا هي غير دابا موجوده. اني درت لك قلتي بغيتي تطلع تعطيني، انا طلعت عندك اخويا، ايه انا اصبر طلعت اصبر عندك. اصبر. ايه اوكي اصبح يا حاور معك بامر. صديقي، تنصيب ايه واحد ما القسيس تمشي تحرق ليا كاع اخويا بولوغين. سير. صح. قبل صوالحك باش ما ينحرقوش. لا قبل معاك صوالحك. يسير معاك، سير واحد القسيس هاني معاك اخويا بولوغين. سير قصير شوف. تنسمع لك. ايه دوك نفتح لك الماي، نفتح لك البيسي. دوك واحد شويه نفتحوا البيسي. لا ما عنديش انا مشكل، انا نفتح البيسي. اسمع انا تنثق فيك، انا كنعرفك انا مزيان، ماشي شي واحد اللي يقول لك حل لي كاميرا وعذاب. قرا انا يكفيك انك تقرا الحسن وصافي. الوزان. اوكي، الحسن الوزان الفاسي. انا احاججك من حيث تعتقد، واحاججك بكتبك وبمراجعك وبمصادرك. عندنا كتاب وصف افريقيا للحسن الوزان الفاسي المتوفي سنة 1555، يذكر دولة الجزائر. ما رأيك في هذا؟ الحسن الوزان الفاسي المتوفي سنة 1555 يذكر دولة الجزائر، مش هو فقط، بل عشرات من المراجع تذكر دولة الجزائر. نتفاعل معك ممكن نتفاعل معك ولا نجي تفضل الناس معك. ولا نجي الميول؟ ايه لا نكمل لك. سنة 1705 أنا مش الله محتاج. يحفظك الله. أنا فقط يعني مجاراتك في الحديث. أنا مش محتاج يعني احنا نقدر نتفاعل معك حيت أبرهن تقول شي للمغاربة معلومه اللي ما بأننا نعرفوش. كنا دولة. نحن لا نحتاج هذا. سمعت، لا نحتاج هذا. الجزائر يا أبو مراكش كانت دولة عندما كانت الدول في العالم تعد على الأصابع. نوميديا في القرن الثالث قبل الميلاد كانت بجيشها ماشي جزائريه، وبحدودها. نوميديا ماشي اسمع اسمع شوف اسمع بولوغين اسمع اسمع بولوغين. اسمع. خليني نوميديا نكمل ماشي لك. جزائريه. لا شوف بولوغين، هي اسمع نقز اسمع نوميديا الله يرجع عليك، نقز اسمع نوميديا. اسمع اسمع. نوميديا هي الجزائر القديمة. التسمية القديمة الجزائر هي نوميديا.
اسمع، لا 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 كانت لا. بجيشها. اصبر خليني نكمل، نعطيك مساحه. اقول احبس، اغلق المايك. ساتحاور معك، ساسمعك واعطيك مساحه للتحدث. الجزائر القديمه هي نوميديا. نوميديا ليست، لا توجد اي دوله في العالم اسمها نوميديا غير الجزائر، هي الجزائر فقط وبس. باغي الادله نفتحوا الكتب وشوفوا. باغي الخرائط نجيب لك الخرائط. الجزائر كانت دولة في القرن الثالث قبل الميلاد بجيشها وحدودها وعملتها وملوكها. واليوم ما عندكمش انتم دراية على الآثار في الجزائر. عندنا قبر ماسينيسا في قسنطينة، عندنا قبر سيفاكس ملك نوميديا الغربية قبل التوحيد موجود في عين تموشنت. عندنا الضريح الملكي الموريتاني في شرشال، قبر اللي دفن فيه هو قبر يوبا الثاني وزوجته كليوباترا سيريني. عندنا المدراسن. اوكي، الجزائر في القرن الثالث قبل الميلاد كانت تسمى نوميديا، كانت دولة مكتملة الأركان بأرض وشعب وجيش وعملة، اوكي، وسلاطين. اوكي. الجزائر قلت لي متى تحمل هذا الاسم؟ كانت هي نوميديا في القرن العاشر، كانت هي الدولة الزيرية، منها مشتقة الجزائر بني مزغدنا والجزيرية، وانتم تقولون الجزيرية اكسترا. اوكي، الجزيرية. وحملت اسم الجزائر رسميا دولة الجزائر منذ 1555 وتحمل هذا الاسم. 1550 دولة الجزائر أو مملكة الجزائر حملت هذه، يعني هو نفس هو ترادف، دولة الجزائر أو مملكة الجزائر منذ سنة 1555. أنت بلادك المملكة المغربية لا تحمل هذا الاسم إلا منذ سنة 1956. تفضل افتح المايك وقل لي خلاف هذا وما هو أدلتك على كلامك. تفضل. اولا اخويا بولوغين، انا عرفتني غير ملم بالتاريخ ولكن عامر معلومات، عندي معلومات نصنت من الاخوان ونجيب على المعلومات. اما بهذا الشيء ديال ماسينيسا وغرطا وهذا الشيء هذا انا ما تنوصليش، لانه مرارا وتكرارا سمعتك تتحاور فيه مع الاخوان، ومرارا وتكرارا ناقشوك فيه الاخوان، ومرارا وتكرارا. انا بولوغين ما تسميتوش بلا ما غادي نتناقش معك انا في هاد غرطا وهادو، حيت لانني اش بغيت نقول لك، الا بغيت نهضر معك انا على الجزائر جديده اللي الجزائر كتهضر عليها وكتقلب على الحدود، وانت قلتي الكتاب فيه مذكوره فيه فاسد، نفاس ديال النائب، نفاس كذا كذا. بغيت نرجع، خصني نرجع معك لاخر المعاهدات واخر الاتفاقيات اللي كانت لكم في اخر الاستعمار لكم. اما باش تقول لي فوق 1576 اللي كانوا الاتراك داخلين الجزائر، اللي هي الجزائر العاصمه الان ماشي الدوله، لان تتهضر انت على الدوله كنهضروا حنا على هذه القاره اللي كاينه دابا، على هذه المساحه اللي كاينه دابا. هذه هي اللي سميتها الجزائر الدوله. اسمعني اخي، اسمح لي وقت يدخلوا الاتراك راك تخلط وخلاص على بالك. اصبر احمد اخويا، اصبر اخويا سي احمد، صحه رمضانك وصحه صيامك يا احمد، مرحبا بك. مرحبا بك. خليه يكمل، خليه يقول اللي باغيه، خليه يقول، خليه، انا ماذا بيا، خليه يفرق علي فيها. انا ما خسرت الهضره، تناقشك نقاش فاتح، بغيت تناقشوا معايا جوج نهبط في حالي. دوك نعطيك سي احمد. طلي فيه بقى غادي زوين، طلي فيه بقى غادي بمراكش. اصبر اخويا، خليني ننظم الحوار. دوك قاعد نسمعوا غادي نعطيكم الكلمه. اوكي، خلي بومراكش يكمل المداخله تاعه، بعد ذلك يبلع المايك ورد عليه سي احمد خويا. واهلا بالاخت الفاضله رستميه او نوميديا، اختنا الاستاذه نوميديا. تفضل يا بومراكش بمداخلتك، ودوك ان شاء الله نرد عليك انا ويرد عليك الاخوه اللي راهم معك في الكاس. تفضل. مرحبا خويا بلوغ، مرحبا سلام بروكا. المهم انا في الحوار كيف قلت لك على يوغرطا وهذاك الحماق انا ما تنتصنتليش. بتقول لي في 1576 ولا بتقول لي كيفاش تدخلوا الاتراك، ما كيفاش تدخلوا الاتراك. الا كنتي انت موافق انني نستعين بفيديو تاع مؤرخ جزائري، ممكن دابا ندخل نجبدو لك في يوتيوب على حسب، حيت انا كنبحث عن جزائريين، نجبد لك انا مؤرخ جزائري. بومراكش خويا بولوغ، لا اسمح لي بومراكش دقيقه. قلت لي فاين وين كانت الجزائر دوله؟ انا بديت لك من فجر التاريخ. نهضر معاك كيف تقول لي حماق؟ كيف تقول لي نوميديا حماق؟ معاك بلاتي. انا ارى كل تاريخك حماق. قلت لك انا دوله، اسمع، لا في الدوله نهضر معاك في الجزائر الدوله، نهضر معاك في الجزائر الدوله خويا. اصبر. اذا كنت ترى سمعت ان نوميديا حماق، انا ارى كل تاريخ تاعك حماق. سمعت؟ اذا شوف يعني تنتقي الفاظك وتقول كلمات، انت انسان يعني منصف ومحايد، ولا ساسمعك الكلام الذي لا يعجبك. ما تقولش الحماق. صاحبي شكون قال الهضره هذه؟ صاحبي بولوغين، شكون اللي قال الهضره تاع الحماق ولا شكون اللي قال؟ صاحبي ما تقولش ما تهبطش النيفو، بلاتي حمد ما تهبطش النيفو، هذا الكلام انايا سبيسياليست فيه. حمد سمعني حمد، اسكت اخويا حمد، خلينا نوصل دابا. انا فهمني، هو فهمني، انت فهمتيني غلطه صاحبي.
انا فاش تنهضر معاك قلت لك على يوغرتا وماسينيسا وهذاك الزمان، قلت لك انا كيجيني انا هذيك القصه وهذيك الروايه كلها وهذاك الزمان كيجيني انا حماق، ماشي قلت لك انا حماق ولا ايه انا ثاني يجيني كاع التاريخ كتب انا حماق كاع فهمني الامبراطوريه. ايه انا ثاني فهمني يجيني اخويا. الامبراطوريه هذاك حماق، وتجيني اسمعني، العلويين حماق من كلش حقك حماق. هذاك ايه حق، خلاص هذاك روح حق عطاه روح لك الله. سمعنا بولوغين، هذاك روح. حق عطاه لك الله، ما نقلعوش لك انا. من حقك اخويا انت حماق اللي بغيتي، واللي بغيتي منعها، واللي بغيتي ديرها ولا ما بغيتيش ما ديرهاش. انا ما قلت لك والو خويا بولوغين. صح. ما شوف قلعت. بومراكش بومراكش دقيقه خويا خلينا اسمعني. نرجعوا في الجزائر، خلينا نهضروا في لا الجزائر، دوله خلينا اسمع لي الجزائر. اسمع لي اسمع لي. انا عندي شوف انا عندي موضوع تاع اللايف. موضوع تاع اللايف هو الكتاب هو هذه دوله دوكي. الجزائر قلتي ب 1900 إيه 1576. ايه نعم قلت لك باغي الدليل نفتح لك كتاب الحسن الوزال الفاسي اللي هو مغربي بغيتي يسميها تسمعني؟ دولة الجزائر. لا نعم بغيتك تعطيني دولة الجزائر، اسمعني، بعملتها نعم وبشعارها كلش موجود وبحاكمها كلش وبسفراء. كلش اسمعني، موجود اعطيني كلش هذا سفير واحد. موجود. كلش موجود هذا كلش. اعطيني سفير باسم دولة الجزائر كلش اللي هي موجود قارة. ما كلش تهضرش، موجود احمد. ما نعطيك تهضرش احمد معايا على خوجة مثلا. المدينة. الله جبد لي إيه. الخريطة وجبد لي كل شيء يعني ديال ميل. كلش هذا كله موجود هذا خلاص كله موجود. انا موضوعي اليوم هذا اللايف. هذا اليوم موضوع اللايف هو شوف هو استيلاء الجزائريين على مدينة فاس. الجزائريون استولوا على مدينة فاس مرتين، مرة سنة 1574 والمرة الثانية سنة 1576. طالما قبل أننا من استلينا إيه. وقبل من نفس لمن كانت توالي، قبل ما تدخل عليها مثلا نقول احنا مراكش كانت بمراكش عند نقول لك كلمه. السعديين. إذا ربي نحن ربي سبحانه غادي وتعالى نعطيك زوج اصبر بنين أحمد وفم غادي نعطيك لا أحمد. اصبر احمد غادي نعطيك كلمه دروك. اصبر احمد. لا اذا لا لا لا. نحن اصلنا تفهم باش اصبر يا سي احمد. اصبر اخويا دقيقه إيه. غادي نعطيك غير باش تفهموا موضوع اللايف. اذا طالما نحن يعني استولينا على فاس واخضعناها، وهذه اولا هذا مش المرتين الاولى، لان في الزمن الزياني ثاني السلطان عبد الواحد الزياني اخضع كذلك مدينه فاس. فمن حقنا نحن كذلك نقول بلي فاس تاعنا مثل ما تقولوا انتم، لانكم في حمله عسكريه على الجنوب الجزائري، على الجنوب منطقه التواتو كاع راك تقولوا تاعنا. احنا كذلك نقولوا بلي فاس تاعنا لان استولينا عليها اكثر من مره. تفضل يا احمد وبعد ذلك نوميديا. تفضل احمد افتح المايك تاعك. يا با مراكش ربي سبحانه عز وجل عطانا زوج وذنين وفم واحد بان نسمعوا اكثر من ما نتكلموا، لكن انت راك تكلمت اكثر من تسمع وهدرت تقريبا ربع ساعه ما قلتش كلمه مفيده. الله تعالى اصل ما قالكش اصل الجزائر قاعد تتكرر وقاعد تهدر في هدره ما كانش. خلينا الا انت مش باغي تستفاد انا راني باغي نستفاد. هذه هي باختصار. سير اخويا بولوغين انت وكنجيب شي ناس نقيين في الحوار وداك الشيء. الله يحبها بك اخويا بولوغين. لا ما قال لك والو با مراكش ما قال لك والو ما قال لك والو. ما قلت لك والو انا شنو قلت لك انا؟ اي صحيح خلاص خلينا. تفضل احمد تفضل المداخله تاعك. لا قال لك الناس تاع حوار. واش قلت له انا؟ قلت له ربي سبحانه عز وجل عطى للانسان زوج وذنين وفم باه يسمع اكثر مما يتكلم. حتى الا انت ماكش باغي تستفاد خليني انا نستفاد. هذه اللي قلتها. ما عندهاش قال لك ما عنديش في التاريخ. من بعد قال لك ايوا قال ما عنديش في التاريخ. خلاص قال لك ما عنديش في التاريخ وما ما نفهمش ما نعرفش مراجع وما قاريش وكاع. لماذا طالع في القاس يحاول؟ ما عنديش في التاريخ ما طلعش. احنا باغيين الناس عندهم في التاريخ لاننا سوف نتحداهم بالتاريخ. سوف نفتح لهم الكتب ونوريهم. هذا الكتاب الذي امامكم لي دوكيمون بور سيرفير على ليتود دو نور ويست افريكان، هذا كتاب نتاع انجليزي هو جول كامبون. هذا يخبرنا كيف استولى الجزائريون على فاس مرتين. هذا غير في الزمن السعدي، وفي الزمن الزياني كذلك استولينا عليها. اذا نحن طالما اننا في حمله عسكريه اخذنا فاس فهي من حقنا، فمن حقنا المطالبه بها. ولا لا لاخت نوميديا؟ يعني من باب المعامله بالمثل انهم في حمله عسكريه. مولاي اسماعيل العلوي دخل بالعود تاعه وصل أيوة. لتوات، اذا توات تاعي نحن كذلك نفعل هذا. ما رايك يا الاخت نوميديا؟ اكيد ما دام الدوله الزيريه الجزائريه التي استولت على كل شمال افريقيا ضمتهم اليه، اذا احنا نقول من حقنا ان فاس هي ارض جزائريه ويجب ان تعود الينا. كذلك في عهد بنو يفرن اللي كانوا بتلمسان وضموا المغرب جزء من المغرب، كذلك نقول الحق انه الارض تلك ارضنا تضم الينا. ولا ننسى معاهده المغريين التي تمت بين فرنسا وسلطان مراكش جزاء خيانه الامير عبد القادر. بموجبها تم يعني منحت فرنسا كل اراضينا لنا المرويه. ان نقول ان نطالب بتلك المعاهده ان تفسخ أو إعادة الأراضي نفسها. نعيد إلى قبل في عهد الحاج شعبان لما دخلوا إلى فاس وأدب السلطان السعدي وجبره على الركوع. كذلك نقول تلك المعاهدة اللي بين الدولتين
يجب أن تفعل. كذلك نفسها الدولة في عهد الدولة الزيانية، ترسيم الحدود نفسها كان دائما نهر ملوية الفاصل بيننا وبينهم. ولو نطأ إلى التاريخ الحقيقي من كان في شمال إفريقيا، إذا تعرف أن فاس تأسست بعد، وقلتها ألف مرة، فاس تأسست بعد الفتح الإسلامي في 789 هجرية، بعد الفتح الإسلامي. هذه أولا. لما يقول طارق بن زياد أنه مغربي، أنا أعطيكم من التاريخ الذي طارق بن زياد الجزائري ابن الأوراس. الفتح كان ب 711 إلى 726، يعني تقريبا 16 سنة منها فتح، يعني مرة من طنجة وفتح الأندلس. إذا وفاس تأسست في 789، إذا كيف يقول لي أنه مغربي وفاس تأسست في 789؟ لاحظوا الفرق بين سنوات. إذا لهذا ونقول له كما كذلك أيهما الأسبق. لو كانت المغرب موجودة ما قبل الميلاد لم تكن موجودة، فترة الميلادي لم تكن موجودة، فترة الفتح الإسلامي لم تكن موجودة. إذا تكلموا على يقول لك موريتانيا الطنجية، هذه تخص الريف، تخص الريف. أما المغرب اللي يقول له هو فاس، غير هذاك نحيلو ستيلو، نحيلو يرحم بابك، هذاك راه تحيا بن وصوص، تحيا بن راه يسبوا، راه يقول نحيلو ستيلو او داير يوزر. هذيك رانا مضغوطين، يعني كي يسمعوا الحقائق التاريخيه يصابون بداء الكلب. راه كاين المشرفين دوك يدبروا يصانوا مع خونا احمد. أيوة. راه نوميديا راها مشرفه دوك. هاي نوميديا نحيلو ستيلو يرحم بابك. راك عاطيني مشرفه ولا ماني عاقله؟ نسيت. راه عندك مشرفه دائما. صح، نسيت خويا. صح، دوك نهضر قلت لك نفس الشيء، يعني كما يقول لك ايهما اسبق. كي يجي اللي عنده تاريخ لابد يكون دولته متاسسه ما قبل الميلاد. دولة هذه فاس تأسست بعد الفتح الإسلامي، ويجوا هنا يعني يتكلمون ويقول لك العثمانيين. احنا استنجدنا بالعثمانيين، استنجدنا بهم، والعثمانيين ما هي إلا خلافة إسلامية قامت على أنقاض الخلافة العباسية. إذا لماذا لا نقول على الخلافة الأموية أنها احتلال؟ لماذا نقول على الخلافة العباسية أنها احتلال؟ الخلافات الموجودة في كل العالم الإسلامي يعترف بها هي الخلافة العثمانية، ثم الخلافة العباسية، ثم عفوا الخلافة الأموية، ثم العباسية، ثم العثمانية. نحن استنجدنا بهم، ثم كل الدول العربية تحت الخلافة. ما أدراك يعني العراق التي كانت عاصمة الخلافة العباسية سلموا الحكم للعثمانيين حسب اللي قرأت عليهم. نفس الشيء الشام التي كانت عاصمة الدولة الأموية أو الإمبراطورية، نفس الشيء وقعت تحت الخلافة العثمانية. نفس الشيء مصر مهد الأنبياء، مصر يعني ذلك كانوا وقت المماليك يحكمون المماليك، ثم سلموا الحكم للدولة العثمانية. كل الدول العرب حتى الحجاز كانت تحت الدولة العثمانية، يعني تحت خلافة. احنا ما يهمناش يقولوا احتلال، احنا ما يهمناش. ولا ننسى أن لم يدخل المغرب ليس فترة فقط، لأن كانت الدولة المارينية هناك، وهم مارينيين جزائريين من زار بسكرة كانوا يحكمون المغرب. ثم بعدها لا ننسى أن السلطان السعدي قرأ في الجزائر في تلمسان، ثم ذهب إلى اسطنبول، درس هناك، ولما رجع إلى فاس قام بإقلاب كل نظام الحكم على الطريقة العثمانية. ولما يعني أنه كذلك استنجد بالعثمانيين لتنصيبه على فاس، وفعلا تم ذاك. وبعد يعني أنه تحالف مع البرتغالي وإسبان، لهذا دخلوا الفيلق من الدولة العثمانية إلى فاس، عبثوا فيها، قتلوا السلطان السعدي، علق رأسه على باب باب اسطنبول، أي ما كانت تسمى آنذاك الأسيتانة. ولا ننسى أن صك العملة في المغرب كان يعني فيها الحاكم العثماني أو السلطان العثماني، كذلك الدعاء له في المساجد. ولا ننسى في 2002 حسب المعلومة اللي درستها كان هناك مؤتمر في الرباط شاركت فيهم الأتراك، يعني العالم الإسلامي، علاقة المغرب بالعالم الإسلامي، حيث أن الوفد التركي أخرج يعني وثيقة تبين أن فاس انضمت تحت الخلافة العثمانية. هم يريدون يعني مثل ما يشوهوا يقول لك أنها مملكة أسست فقط حديثا ب 2012، ليس 12 قرن، 12 قرن فقط فاس. وفاس والليوطي هو الذي جمع ودمج بين فاس، إمارتي فاس ومراكش. إذا هذه المملكة هي حديثة في 12 قرن، في 1912 فقط تأسست، وليس عندها 12 قرن، 12 قرن فقط هو تأسيس فاس. إذا هذه الحقائق التاريخية، مهما تتلاعبون بالألفاظ، التاريخ ليس كما قصة ألف ليلة وليلة. التاريخ له يعني مؤرخين، له ناس تكتب التاريخ وليس عبثا وتفضح كل ما يحاول التزوير والتضليل. شكرا الأخ بولوغي. شكرا لك الأخت نوميديا.
صحيح الأخ هشام راه في التعليقات في عهد الدولة الحمادية بولوكين، مش بولوغين بن الزيري، ليس بولوغين بن الزيري، بولوغين آخر كذلك استولى على فاس. يعني أنا إن شاء الله راني نعد في ملف. أهلا أهلا صلاح الدين، أهلا وسهلا بك خويا، مرحبا بك. بولوغين مش بولوغين بن الزيري الأول، هذا أخذ المغرب في القرن العاشر، ولكن هذا بولوغين الحمادي كذلك استولى على فاس. إذا فاس استولى عليها الجزائريون في التاريخ مرات كثيرة، فنحن كذلك طالما أننا استولينا عليها وأخضعناها، على الأقل هذا ما ينص عليه هذا الكتاب الذي أمامكم أيها الإخوة الكرام. الكتاب هذا ماذا بكم حملوه، نعطيكم ربما صفحات تقروها. سنة 1574 وسنة 1576 أخضع واستولى الجزائريون على فاس. فيها تاع الحاج شعبان الذي يعني ركع له المولاي إسماعيل العلوي الذي كبل يديه ورجليه وجاء عنده وقال له أنت الموس وأنا الشحم، أو أنت الموس وأنا العظم. أوكي، قال له غيمة. واستولى الجزائريون على فاس وأخضعوها. إذا فمن حقنا طالما أننا وصلناها وأذللنا سلطانهم فاستعنا بمنطقهم، بالمنطق اللي راهم يديروا به، أنهم يعني أحد السلاطين تاعهم دخل الجنوب الغربي الجزائري منطقة توات فأصبحت توات لهم، فنحن كذلك فاس لنا بنفس المنطق نتاعه. يعني من فمك أدينك. أوكي، وسوف يعني تضرب بنفس السلاح الذي تستعمله ضدنا، سوف نضربك به. استولينا عليها فهي لنا، هذا هو منطقكم، فسوف نجاريكم بهذا المنطق. هشام اهلا وسهلا خويا بك، مرحبا بك، افتح المايك. زيد فضلك، شكرا جزيلا. السلام عليكم، السلام سلام الاخوه ورحمة الله. الموجودين معنا. تفضل هشام. كيفاش مؤرخين كتبوا تاريخنا ودونوه باش يجي مغربي في 2024 يجي ينكر الحقائق والدلائل ويرفد ستيلو ويبقى يلون، تقول له من هو مؤسس الدوله الزيريه ما يعرفهاش، تقول له بزاف حوايج يغنونا في المجاهدين، في الشهداء يتكلموا كلام يخرجون الكلام عن سياقه. يقول لك الدولة الجزائرية لم تكن موجودة في 1962 ومع ذلك يقول لك احتلوكم العثمانيين. كيفاش حنا لم نكن موجودين وجاو العثمانيين احتلونا 300 سنة؟ العثمانيين استنجدنا بهم للحمايات الصليبية الإسبانية. وأنت العلويين كيف تسميهم في بلدك يا مروكي؟ أنت كنت تسمى مملكة فاس ومراكش والباقي أرض السيبة. صح. ما نجيش نتكلم خاطر الاخوان هاد المراريك والله العظيم يركبوا لا تكلم هشام خويا، تكلم. شوف قل فيهم تاريخا فهو اشد عليهم من اذا كانت مملكتهم 12 قرن لماذا ينتظرون الليوطي في 1912 ينقل عاصمه من الرباط، من فاس الى الرباط ولا ما على باليش، وعنده تمثال؟ كيفاش مملكه 12 قرن يستناو تاسيسها في 1912؟ يا هشام خويا نشيد فرق كبير بين نشيد مورغان ونشيدنا مفدي زكريا، فرق كبير. صح. صحيح. وهل الإمبراطورية تحتل؟ تكون أراضيها محتلة؟ هل يقول لك أعطيني عملة، نعطيوك عملة تشوفها. نترك المجال للإخوة الآن، سامحونا. يحفظك خونا هشام. لا هشام، شكرا جزيلا. شكرا خويا على بارك الله فيك. الله يزيد فضلك، الله يجازيك. نعطيك ملاحظة، هل رأيت في حياتك إمبراطورية أراضيها محتلة لعدة قرون؟ هل رأيت في حياتك إمبراطورية وعندها جيش لا تستطيع تحرير مدينة صغيرة؟ هل رأيت في حياتك إمبراطورية تستنجد؟ أنا شفت، أنا نوميديا، أنا شفتها. نعم. هي الإمبراطورية التكتوكية. إخواني من فضلكم شوف هذا واش قال لك، تمثال اللي يوطي في وهران بالبرنوس. كيفاش هذا العبد تقنع؟ شو قال لك؟ تمثال اللي يوطي في وهران بالبرنوس. هذا وقارين عند منار سليبي أبرنوس مكلخهم، الأمية عندهم 40%، يجي يتكلم. يا سبحان الله. احنا ما عندناش كاع تماثيل للدولة الفرنسية. مباشرة بعد الاستقلال الجزائر كل تماثيل فرنسية أعطتهم الفرنسيين وعوضتها بتماثيل جزائرية مثل الأمير عبد القادر والشخصية الجزائرية. والله هذا الإنسان راه مستحمر يعني، والله مغلوب على أمره يعني. معليش نقولوا له مكاش يا أحمد بوش. سموك بوش. مكاش هذا التمثال في وهران. احنا عندنا تمثال الأمير عبد القادر، عندنا تمثال أحمد زهانة في وهران، عندنا تماثيل الجزائريين، الأبطال الجزائريين. أما هذا الليوطي وكاع ما عندناش، غلط في المعلومات تاعك. لا عندك دليل روح وريه لنا، اطلع به. احنا ما نسبوك، ما نقول لك والو، اطلع جيب لنا دليل اطلع به.
اذا نطلعوا الاخ هوندا ثاني طالب القاس. اذا هذا الكتاب اللي راه امامكم كاتبه انجليزي، دوكيمون يذكر فيها الاخت نوميديا قصه استسلام مولاهم اسماعيل العلوي ليدي شعبان، وكيف انه كبل يديه وقال له انت الموس وانا الشحم. يا اخويا فاس استولينا عليها اكثر من مره في التاريخ، في الزمن الزيري، في الزمن الحمادي، في الزمن الزياني، وفي زمن الجزائر في الخلافه العثمانيه استولينا عليها، فمن حقنا ان نطالب بها. ولا اللي غلط نوميديا؟ يا لا بلوغي صحيح. خويا وانا وانا بلوغي تنسى خويا باغي ان نسقسيك، ايه تفضل. سمحي لي اختي نوميديا، سمحي لي باغي نسقسيه، اسكو تفضل احمد. جوجل اللي كاين كاع في العالم ولا جوجل تاعهم وحدهم؟ لا احنا اخويا احنا زورناه يا احمد، رانا مزورين جوجل، لا 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 مزورين الكتب، لا مزورين اسمح لي تاريخهم. يا بلوغ، والله العظيم عندها سمانه كنت في لايف تاع قوه وصرامه، هذاك حليم هذاك البريجي جبد لنا السيد ورانا في جوجل هذه اللي راه يقول عليها الجريده الرسميه تاع 2000 باللي الجزائر تتعامل مع اسرائيل. انا عندي الميكرو راه قدامي بينه وبينه متر، رحت لي شعلتها ما يتنحوس ما لقيتش ولا علاقه. صدري يهضروا على الجريده اللي قال عليها ماهوش نفس الرقم من الرقم اللي لقيت وانا 69 وهو قالنا 42، راني شافي عليها كيما دروك، وانا لقيت العلاقات مع الترك الجزائر التركيه وهو يقول لك الاخرى. دروك راني دروك قال لك جوجل يقولوا تاع الليوطي في وهران، اسكو جوجل تاعهم وجوجل تاعنا وجوجل تاع العالم اسكو نفس الجوجل ولا هما تاعهم وحده وحنا تاعنا وحده؟ والله تخنترت انا. لا هما تعرف دائما يكتبوا ويحاولوا يعني التغليط. شوف حنا حافظينهم يعني، والله ما تفوتش علينا. عارفين ان تمثال ليوطي موجود في الدار البيضاء عندهم، عارفين الناس ان ليوطي هو اللي جمع بين اماراتي فاس وملك جعلها مملكه، عارفين ان ليوطي هو اللي صمم لهم عالم، عارفين ان ليو مورغان قائد الفرقه العسكريه الفرنسيه انذاك هو اللي حان نشيدهم. كان فقط تلحين. فقط في السبعينات لما ارادوا المشاركه في العاب اولمبيه وضعوا كلمات من هذا الحسيني وضع من باتوا الاحرار الى غير ذلك. لا يعرف نفس اللحن الان نسمعه هو نفس اللحن المارسيليه الفرنسي بالنوتات تاعهم، رغم انني ما نعرفش يعني ما نعرفش انا في الموسيقى، لكن الناس اللي تعرف النوتات تاعهم وكل شيء فهي الحان فرنسيه. لو كانت الدوله ذات سياده لا الغت اللحن الفرنسي، لو كانت الدوله ذات سياده لا الغت العالم الفرنسي، لو كانت الدوله سياده لا الغت الحمايه، لكن لا تلغيها لانها حمايه للملك واسرته وليس للشعب او البلد. يعني كل شيء واضح. اذا اراد ان يستحمر فهو المستحمر هو الاضحوكه، اما العالم كله يعرف ويدرس ويعرف الوثائق التاريخيه والمصادر التاريخيه. يعني هذا يكتب او لا يقول الا يقول فلا يهمني. انسان يعني مسطول على طول كما يقول لك في المثل، اضحك بين الشعوب. فانا والله يعني بعض المرات اشفق عليه. المصادر التاريخيه هي يا نوميديا. نعم. في المثال العربي يقول لك رمتني بدائها وانسلت. يعني كاع اللي يضيفوا لي فيهم الذي يعني العالم يلومهم بهم هم يجوا يلصقوها في الجزائر. اهلا يوبا، اهلا وسهلا. صحة خويا، واش راكم لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. غايه الحمد لله الاحوال لاباس والله غير الحمد لله يا رب. يوبا خويا، موضوع اللايف اليوم ماذا بينا تثرينا النقاش استيلاء الجزائريين على مدينه فاس. هذا الكتاب الذي امامكم او مجله، هذا دوكيمون بور سيرفير على ليتود نور افريكان وست افريكان. نوميديا بلوكي هذا وورد انيمال، نوميديا بلوكي ولا نحيلو ستيلو ولا شو كديروا له؟ خليه معليش خليهم يكتبوا خليهم. انا راه يسب فيها هي في نوميديا اون بيرسون. لا كان سبق عليه. لا وورد انيمال. اوكي جيبا. اذا هذا الكتاب يخبرنا ان الجزائريين استولوا على فاس اكثر من مره، يعني اخرها يعني 1574 في عهد الحاج شعبان، وفي 1576. طالما اننا استولينا عليها فهي لنا. يعني اذا حاججناهم بمنطقهم، انا مولاي اسماعيل العلوي بالعوده تاعه تخلت وات فاصبحت توات نتاعه. اذا انا كي دخلت الفاس ودخلت لها اكثر من مره، هذه مش مرتين فقط، لان بولوكين الحمادي، بولوكين بن احمد دخل فاس، صحيح بن محمد دخل فاس، والسلطان عبد الواحد الزياني دخل فاس. اذا فاس لنا. ابو مالك عبد الواحد صحيح. ابو الملك عبد الواحد الزياني دخل فاس، ففاس بمنطقك اوكي، من فمك ادينك اوكي، وسارميك بنفس القوس التي ترميني منها. اذا هذه فاس نتاعنا ولا لا؟ بالمنطقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام أو كذلك كن. إدريس الأول لما تم بيعته في تلمسان وتزوج بربرية جزية من عائلة أوربا أو من سلالة قبيلة أوربا، سلالة إكسل. إذا كذلك يعني أخوال هذو الأدارسة أخوالهم هم بربر جزائريين. إذا نقول أن فاس كذلك والإدريسي هم يعني يتبعون الجزائر وليس لهم. خليهم هذه على هي، منطق هذا بالمنطق هذا. بمنطقهم. سمعت؟ بمنطقهم نعم. واش نتوما كانت بمنطقهم مستعمراكم كذلك. تركيا 5 فقط قرون اسمع ودخلتوا فاس كي درتوا بالله ليه؟ فمك المغربي، بالله فمك احترم نفسك. ساره من نفسك كي نعطيك الكلمه تكلم، ما تدخلش علينا واش هنا. عندك مقام الشهيد في حتى يكون عندك مقام، يكون عندك شاهد، تكلم على اسيادك. خلاص احنا شوف اللي نزلتك شوف هذا اللايف راه مفتوح للحوار. عندك ادله، عندك كتاب، اطلع. جاي تعاود لي كلام منار سليبي وتاع فاتحه، يخرج من اللايف. اللايف هذا للناس المحترمين، مغاربه محترمين، عنده درايه، عنده مصادر، عنده كتب، مرحبا به. يجي يكرر لي الكلام هذا. اعطيني اول رئيس، انا نقول لك كاع الكلام اللي بتقولها انا نقولها لك. العثمانيين باعنا للفرنسيين، ما نعرفوش اول رئيس، هذو ما نعرفوهمش. خلاص اوكي، جبنا المصادر وجبنا الكتب تاعك واثبت لنا هذا الكلام. ولكن الكلام بالانشاء لا نقبله. مصدر جيبه، ما عندكش مصدر اقعد لتحت اسمع وكبس. شكون راح نشوفوا من يطلب القصد؟ هذا ربما مغربي اخر اعتقد. المغاربه اللي عندهم مستوى وعندهم يعني قارين شويه، يعرف على الاقل يقرا عنوان كتاب او كتابين في التاريخ المغربي، يطلع مرحبا به. ولكن اللي ما يعرفش في التاريخ ما يطلعش. السلام عليكم نادي الشعب. السلام عليكم، صحة فطوركم. صحة فطورك. الله يسلمك خوتي. راح ندير واحد لا رومارك برك ونروح، معليش ويسمحوا لي. جزائري تفضل خونا. جزائري ولا مغربي ما تخافوش منهم هذوك. اسمع، لا ما نخافوا منهم. طلعوا لي قادر نهضروا معاه نورمال، حنا مالناش كيفهم. نادي الشعب حنا هذا اللايف راني فاتحه ليهم هم باش يجيبوا لنا بأدلة. انا نورمال نعطيهم الحس كيما بغاو، هنا في بلادهم كيما بغاو. حنا ولات الشهداء ولات المجاهدين. ديجا راني نهضر معاك انا نشاوي شويه راسي خصي، بصح راح ندير واحد لا رومارك برك معليش. تفضل. راني نشوف يحلوا في لي لايف ويدخلوا معاهم الجزائريين تاعنا مساكن بالنيه. ما نعرف اسكو صحيحه ولا شغل راهم يبوسيو فينا، شغل ما على باليش، شغل يسقسيو فينا على حوايج تاع الجزائر. واش عندكم واش ما عندكمش، واش راكم تخدموا، واش هما يبروفوكي فيك باش انت كي تقلق تعطيه واش عندك واش ما عندكش. الا راكم فهمتوني ابيبري. نحكي على المراركه هذو نعم. الا ماركيتيهم دارنييرمون ويقولوا لنا الامارات تيخر منكم والامارات عندها البترول وانتم يا اخي انت كومباري روحك انت مع الامارات. ما عندكش لا كارت ناسيونال تاع الجزائري باش تهضر على فمي. نادي الشعب انا راني نطلعهم في هذا اللايف باش نسقسيهم على تاريخهم. انا قاري تاريخهم. مش تاع تاريخ، هما بعد ماهوش تاع تاريخ، وعطيناهم قيمه فوق اللازم بانت لي. المهم نادي الشعب اسمع لي نعاود نذكرك بموضوع اللايف، ماذا بينا نبقوا في اللايف. داكور انا قلت لك حتى انا سمحوا لي برك على بالي انا وين طلعت كي لقيت خوتي. نقول لك موضوع اللايف عطينا رايك فيه. التاريخ انا باغي نهضر لهم درك في الحاضر، واش عندنا واش ما عندناش. لا اخونا نادي الشعب، لا اسمع لي احتراماتي لك. راه عندنا موضوع تاع اللايف اليوم هو وي داكور مصادر وكتب كثيره اوكي موثقه تثبت على ان الجزائريين استولوا اكثر من مره على فاس. هذا المصدر مثلا هو مصدر المحايد البريطاني يتحدث عن استسلام المولاي اسماعيل العلوي الذي كبل يديه ورجليه وجاء عند داي شعبان حاكم الجزائر اوكي، حكمه وقال يقول للداي شعبان يقول له انت الموس وانا شحم. واستولى الداي شعبان على فاس سنه 1574. وفي هناك استيلاء اخر سنه 1576 كذلك استولى الجزائريون على فاس. خويا فاس تاعنا، اذا طالما اننا استولينا عليها فهي تاعنا بنفس المنطق تاعهم، لانهم هم يعتبرون بعض الحملات العسكريه التي يعني خاضوها ضد التراب الجزائري مثلا خاصه في الجنوب الغربي يعتبروها اراضي تاعهم، لانهم دخلوها يعني في من خلال حملات عسكريه من نفس المنطق تاعك. انا فاس نتاعي، انا هذا هو موضوع اللايف تاعي. صحيح، اذا استعملنا نفس المنطق صحيح اذا استعملنا نفس المنطق. كاش مغربي يطلع ويفهمني يقول لي علاش انا فاس مش تاعي، فهمني طالما دخلتها. كذلك اخ بلوغين حتى الارض اللي بنيت عليها فاس
تاريخيا هي اراضي نوميديه. حنا طبعا نقولوا حتى بالارض اللي تبنت عليها فاس اراضي نوميديه، الارض اللي تبنت عليها مراكش اراضي نوميديه، كلها كانت تابعه لمملكه نوميديا. اذا ايهما الاسبق، اللسان ام الاسنان كما يقول المثل الجزائري؟ آه. من هو الذي كان في التاريخ ما قبل الميلاد، ومن يكون هو المتاسس بعد الفتح الاسلامي؟ اذا نقول حنا كل هذه شمال افريقيا فهي ارض نوميديه. اذا نحن نطالب نوميديا بها يا تعود الأخت اصلها. نوميديا. نعم نوميديا فاس عندما دخل إدريس الثاني إدريس الأول، عندما دخل مجال المغرب الأقصى كما يذكر لنا ابن أبي زرع في كتاب روض القرطاس، لقى مدينة قديمة اسمها وليلي، اللي هي صحيح. بالفرنسي بالرومانية فولوبيليس. هذيك وليلي. المدينة هذيك بناها يوبا ثاني، يوبا ابن ثاني يعني مدينة ابن عنابة، عنابه. ابن عنابة المتوفي في صحيح. المولود في عنابة، واللي مدفون في الضريح الملكي الموريتاني تاع شرشال. واو. واليوم ما زالوا اليوم في هذيك المدينه، يعني الاثار، خاطش على بالك موريتانيا الطنجيه هي منطقه الريف فقط، منطقه صح الريف الريف. موريتانيا نعم الطنجيه هذا المغرب فارس ما كانش موجود. صحيح. ما كانتش موجوده، منطقه الريف فقط. وعلى بالك هما قضيه موريتانيا الطنجيه هذه معلومات قليله جدا جدا يعني حولها، ما يعرفوش منها، ولكن العمله التي يجدونها والتماثيل هي تاع ايوب الثاني وعمله نوميديا فيها فقط. ما عندهمش معلومات مثل ما احنا عندنا مثلا في نوميديا، عندنا قبور تاع سلاطين، عندنا المدرسن، عندنا مثلا الضريح الملكي الموريتاني، عندنا قبر ماسينيسا، عندنا قبر سيفاكس، عندنا الكثير. الجزائر ارضها كلها اثار تثبت تاريخها، ولكن هم ما عندهمش في ذيك الحقبه هذيك، ما عندهمش على الاطلاق. صحيح. يعني يكاد يكون فارغا من هذه صحيح. الاثار. صحيح. اذا هذه فولوبيليس التي وجدها ادريس الثاني، هذه لها ايوب الثاني بشهاده المؤرخين، وهو أكيد حكمها يعني ايوب وكل الثاني. هذا شمال افريقيا كان اراضي ما عدا قرطاج التونسيه كان كل هذا الاراضي نوميديا. اذا احنا نقول ان هذه نطالب باراضينا كلها، هذه فاس وهذا ما يسمى المغرب فهي ارض نوميديه، لانهم هم السكان الاوائل، هم سكان شمال افريقيا. هذا هي صحيح. او كنز لا عندك، شوف، لا عندك حاجه تحاجج بها، عندك يعني معلومات يعني موثوقه يعني ومسنده لمصادر، مرحبا بك او كنز. ولكن تبقى هكا تشوش وكاع، وقبل تطلع تقول كلام هكا تتعاير وكاع، هذا ماشي مستوى تاع الحوار. احنا نريد حوارا راقي، المغاربه المحترمين نحترموهم ونطلعوهم للناس. بارك الله فيك. إيه. بلوغي اللي عنده وثيقه، اللي عنده مصدر، اللي عنده مرجع يتفضل. مرحبا مرحبا. ايه بصح تجي تلقى من فرنسا الاتراك باعوكم للفرنسيين، نفس الكلام تاع الببغاء تعودوا فيه هذيك تاسيسي بقى. وفتحه. شوف. هذا كلام تافه، هذا كلام تافه. كلام تافه يعني كلام فينونسي اوروبي كيف بغيت نسولكم سؤال وننزل. انا بغيت تفضل. لا ما نسولكم كاينش، سؤال ما وننزل. تسالناش. لا ما تسالناش. انت راك كيفاش ما تسأل تسألناش؟ انت احنا شوف، احنا راه عندنا، شوف اوكنز، اسمع يا اوكنز، احنا راه عندنا اليوم موضوع في اللايف، ماذا بك احترم الموضوع. اللايف احنا راه عندنا كتب نقدروا نعرضوها عليك، ان الجزائريين استولوا على فاس اكثر من مره، 4 مرات ولا 5. يعني نذكر احنا غير مرتين ذكرها هذا الكتاب اللي راه قدامك، 1574 و 1576. اذا طالما اننا استولينا عليها وديناها فهي لنا. 1500 كنتوا انتم تحت الاستعمار العثماني، على ماذا تتحدث يا اخي؟ اوكي لا، كمل خلي يكمل المداخله شنو؟ تاعك. ايوا زيد. وكملتها إيه، قلت في لك انكم انت قلتي جزائريين، ما فهمتش انايا كنتوا تحت إيالة عثمانية تابعة للدي العثماني وتتهضروا على دخول فاس، ما فهمتش. خلي واش دخلوا حتى العثمانيين؟ واش من دخلوا عام واش من عام؟ لا العثمانيين حنا دخلوا الفاس عطيناهم طريحة، ما كاينش واش من هذاك الشيء. سنة؟ حنا ما عندناش واش من سنة؟ مليون ونصف و5 ملايين. اصبر خلي يعطينا راه التاريخ. خلاص. تاريخ هو انا ما شوف، اوكي خلاص سمعنا المداخله. ما عرفتش التاريخ بالضبط، ولكن في عهد ديال السعديين، اصبر نهضروا، خلينا نهضروا. اصبر خلاص، قلت خلينا كلمه نهضروا. صاي سمعناك فهمناك خلاص. اصبر صافي راه اصبر ما تفتحش المايك خلاص. ياك. سمعنا طلعت لك الكلام. الدم ياك. لا هلا طلعت لي كي يقول لها طلعت لي الجوج. السعديين اصلا محتلين، السعديين مستوطنين احتلوا بلادك. وترى المارينيين وصلوا عندكم المارينيين وصلوا عندكم حتى العنابه، سير تكمشي. بلوغين اسمع. هاوكنز في عهد الوطاسيين، السلطان الوطاسي ابو حسون الوطاسي بايع الخليفه العثماني ولا ما بايعوش؟ ضرب السكه باسمه ولا ما ضربهاش في فاس؟
الوطاسيين كان الحكم ديالهم صغير بزاف، ما لا يتجاوز 40 انتم كاع سنة. التاريخ تاعكم يعني ما مراحل كانش انتقاليه. لهم. اسمع جبنا لكم اسمع اصبر جبنا لكم الوزن الفاسي مرحله انتقاليه، جبنا لكم الاستقصاء مرحله انتقاليه، جاب لك كتاب نتاعك مرحله انتقاليه. انتم حياتكم كاع مراحل انتقاليه، بعد تقول لي انا لا امبراطوريه. ماشي مرحلة. عندنا احنا الممالك اللي معروفين هما الأدارسة، المرابطين، السعديين، هادو هما العلويين. دابا نتوما تديروا اسلوب ديال تاريخك الدراري كله الصغار مراحل ديال انتقاليه. اسمع شوف اوكي وانت تاريخك بن بلا مغربي يا صاحبي حاك. اسمع ما حبيت تفتحش المايك. ولد القصير هذه مراكش حكمك. مالكش باغي ولد تسمع شيء. مراكش. خلاص ولد مراكش حكمك صاحبي. اسمع انت ماشي اهل الحوار. انت تتكلم عن الاحتلال وانت ما زلت محتل يا اوكنز. انت حياتك كاع انت محتل، دائما حاكمين لك الاجانب، حاكمين لك العلويين اللي هم السعوديين، من قبل العلويين السعديين كذلك من الجزيره العربيه من ينبوع النخيل. قبل السعديين كان عندك الوطاسيين اللي هم جزائريين من بنو مرين جزائريين، المرابطين موريتانيين، الموحدين جزائريين. انت حياتك محتل وما زلت الان في ال 24 اون 2024 ما زلت محتل. عندك جزر ما زال عندك 24 جزيره محتله، عندك 6. انت اخر انسان يتكلم على الاحتلال. انت ما زلت العلويين راهم عندك 1666 هما محتلينك. تتكلم العثمانيين محتلوكم، العثمانيين احتلوكم. شحال العثمانيين هذو الذين احتلونا؟ العثمانيين كاع في طول التواجد تاعهم ما فاتش عددهم 3000 ولا 4000 واحد. 3000 ولا 4000 واحد يحتلوا بلاد. كونك فاهم، ما تكونكش حمار. كونك فاهم. الذين كانوا يحاربونكم والذين دخلوا فيها الجزائريون. تفضل جوبا، كره باغي يتكلم. انا هذا هو الوطاسيين في عهد ابو حسن الوطاسي. اضطر باش يبايع الخليفه العثماني ويضرب السكه باسمه، ويلبثوا عندهم مده، يعني مده معينه التواجد العثماني عندهم في عهد الوطاسيين، اواخر الوطاسيين. هذا اللي بغيت نقولها له. يجي يكذب عليا واعطي لكم طريحه. راه نقول لكم بلي مولاكم اسماعيل العلوي كبل يديه ورجليه وجاء راكعا عند الدي شعبان وقال له انت الموس وانا الشحم. المعلومه في هذا الكتاب الذي امامك. يقول لك اعطي لكم طريحه. راكم الكذب. قروا اولا، قروا شويه، ثقفوا انفسكم، قروا شويه كتب، وبعد طلعوا حاورونا بمعلومات بمصادر. بركونا ما التكرار تاع نفس الكلام تعودوا فيه. انت راك محتل. انت العلويين نقولوا احنا على فرض ان الاحتلال العثماني احتلال، هو بعيد كل البعد عن الاحتلال. احنا الذين طلبنا مساعدتهم. شحال جاونا العثمانيين كاع في ديك الفتره تاع 300 سنه؟ جاونا واحد 5000 ولا 6000 فقط. جاوا اطروا الجيش الجزائري، والذي كانوا يقاتلونكم جزائريون، الذين فتحوا وهران قبائل جزائريه، الذين وصلوا فاس قبائل جزائريه، كانت قياده عثمانيه. نعم، وهذوك اللي كانوا يقولوا القياده العثمانيه اغلبهم مولودين في الجزائر. محمد الكبير، الدي شعبان زايد في الجزائر، مصطفى باشا زايد في الجزائر، زادوا في الجزائر وماتوا في الجزائر. مثل العلويين نفس الشيء. والمقاتلين كانوا جزائريين. هي القبائل الجزائريه هي التي كانت تدخل، وهي كانت تحمي الحدود، وهي التي دخلت فاس، وليس العثمانيين. العثمانيين كانوا اقرا التاريخ، افتح اقرا توفيق المدني، اقرا ماذا كتب عن العثمانيين. العثمانيين كانوا قله قليله، ونحن الذين طلبنا مساعدتهم. هم مسلمون واخواننا، مش انتم اللي طلبتوا الحمايه عند الاسبان وعند البرتغاليين والفرنسيين. طلبتوها من الصليبيين ومن المسيحيين ومن اعدائكم. سمعت؟ احنا كانوا اخواننا. واذا اعتبرتم انه احتلال فان كل الدول العربيه كانت محتله بما فيها السعوديه والامارات ومصر. مصر ام الحضاره تسمى كانت محتله، والعراق كانت محتله. انتم كنتم احرار، وانتم الدوله الوحيده اللي ما عندها السياده. خلينا نكمل العلوه ونعطيك الكلمه. اصبر العلوه. انتم الدوله الوحيده. كمل اصبر نكمل. انتم اليوم الدوله الوحيده في العالم اللي ما زالت محتله، ما زالت عندها اراضي محتله، عندها 24 جزيره محتله، عندها 6 محتله، عندها مليليا محتله، عندها صحراء تقول نتاعي داينها لك. سمعت؟ يعني انت محتل وتتكلم عن الاحتلال؟ يعني هذه لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله. عار عليك اذا فعلت عظيم. المغربي لا يحق له ان يتكلم بالاحتلال لانه محتل اليوم. والحمايه حتى ل 2056، والحمايه حتى ل 2056. ومازال عندك اكس ليبان، وعندك صوالحك يعني تراثك يعني ومقدراتك يعني منهوبه الى 2050. ويدخل تتكلم عن الاحتلال والفيزا. والله قال اعطيني وجهك نقابل به. يهضر عن الاحتلال سبحان الله. تتكلم عن الاحتلال وانت محتل. مالي اليوم، مالي والنيجر وهذه الدول الافريقيه الفقيره عندها سياده على ارضها 100%. كيف الامبراطوريه اليوم هي محتله؟ ما زلت محتله. انت تتكلم سبته راها في 600 سنه وهي محتله. ملي ليك نفس الشيء.
خويا تكلموا بعقل وبمنطق نسمعوكم ونتحاوروا معكم. الاحتلال التركي كاع دخلوا شحال؟ اعطيني ما هو الجيش الذي احتلنا؟ هل ذكر التاريخ جيشا عثمانيا دخل الجزائر واحتلنا؟ هل ذكر التاريخ ان فرنسا عندما دخلت خرج جيش تركي؟ وهذا الجيش من دخلت فرنسا لم تجد جيشا، مع الجزائريين. العثمانيين كانوا يؤطرون الدولة، كانوا في مراكز القيادة، كانوا في البحرية، كانوا يؤطروا في الجيش الجزائري، لكن كانوا كلهم محتلين. مصر اللي كان يحكمها حفيد ما يسمى الملك فاروق، نعم حفيد صح. محمد علي، هو مؤسس الدولة مصر الحديثة. الشام اللي كانت كذلك تابعة الخلافة العثمانية. العراق التي كانت عاصمة الخلافة العباسية. نعم. الحجاز، يعني كل هذه الدول هما أحسن منهم سبحان الله. هل يوجد الآن مواطن عربي يدخل مدنه المحتلة بباسبور وفيزا؟ فلسطين ما تكلموش عليها، فلسطين هي قضية يعني بيننا وبين كمسلمين. هل يوجد يعطيني أي دولة عربية فيها شعبها يدخل بالباسبور والفيزا مثل ما هما؟ يعطيني أي دولة عربية للآن نشيدها الذي لحن نشيدها الوطني الرسمي أجنبي أو من المستعمر. يعطيني دولة عربية عالمها الآن صممه المحتل. يعطيني دولة عربية استنجدت بالأوروبيين لضم يعني أو توحيد مملكتها أو جمهوريتها. يعطيني دولة عربية يعني الآن شعبها يعني أو أراضيها ما زالت تحت يحكموها أجانب، أو يحكموها أجانب يعني استقلالها بالتقسيط، يعني جزء ما زال يحكموها أجانب، بتسيش يحكموها أجانب. نعم أجانب. كل الدول العربية تلاحظوا يعني من الجزائر، تونس، المغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا، مصر، كل الدول العربية حتى الدول الإسلامية كل من يحكمها هم من أبناء الوطن. صحيح. إلا هم يحكموهم أسرة علوية جاتهم من أقصى المشرق وجاي يتكلموا هنايا. يا سبحان الله، قبل أن تتكلم على الناس اقرأ تاريخك جيدا، اقرأ بين السطور جيدا. نعم. تمعن جيدا في التاريخ، اقرأ المصطلحات التاريخية، ما معنى حماية، ما معنى احتلال، ما معنى استقلال. وتكلموا على وثيقة الاستقلال. هل يعني يعني المستعمر يأتيك بترسانة عسكرية ويقتلك ثم يخرج يقول لك تفضل أنت مستقل؟ هذا يدخل لك في العقل هذا؟ الاستقلال يكون بالدم، والاستقلال يكون بعد تحت الاحتلال، وانتم ما زلتوا تحت الحمايه الفرنسيه، مواصله الحمايه. تقولوا عندكم وثيقه الاستقلال، انا قريتها تلك وثيقه 1944 مطالبه بالاستقلال. احنا لو الجزائر نتكلموا 1937 طالب بصالح الحاج باستقلال الجزائر، وما قلناش هذيك الوثيقه ما نهضروش لان كانت فقط المطالبه، اما الاستقلال الحقيقي كان عن طريق ثوره مسلحه. هذا هو. لا نحتاج يا نوميديا، يا نوميديا، ما تحقوش وثيقه، ما تحقوش يا الاخت قبل ما نعطوا اصلا تو الجزائر اصلا قضيتها دونت بالامم المتحده. يا نوميديا، يا نوميديا، حاجه اليه. نعم. احنا للاسف نسقنا من وراء الترهات هذه. وثيقه الاستقلال كاع ما كاش كاع صاني كتب. كيف انا اطلب من المحتل يعطيني وثيقه استقلال؟ هذه قمه شوفي، قمه الدناءه وقمه الانبطاح وقمه الظلم. انا اطلب من انا استقلالي انتزعته بيدي، بثورتي، بتضحيتي، بجهاد ابنائي، بشهدائي. لا نحتاجها هذه وثيقه الاستقلال. انا المحتل نقولها بلها واشرب ميتها. العلوة، اهلا وسهلا بك العلوة، ان شاء الله اليوم تتدخل معنا مداخله مليحه. سمعت الموضوع اللايف، ربما راك سمحت يا العلوة البركاني. الحمد لله. انا شوف فعلا نعاود نذكرك، خليني نذكرك بموضوع اللايف. خلينا هبط ابقى تهضر انت صافي، حيد الله عنك. خليني نذكرك بموضوع اللايف. تتكلم بادب ما كاش مشكل. لا خليني اذكرك بموضوع اللايف. يعني عاود لي انا اذكرك بموضوع اللايف. على بالك موضوع اللايف؟ هل تعرف موضوع اللايف؟ موضوع اللايف متى تكونت الجزائر؟ لا ماشي هذا موضوع اللايف. ايش ما تفهمش؟ لا ماشي ما تفهمش. جاوبني على السؤال متى تكونت. لا ماشي هذا هو السؤال تاع اليوم. ماشي ثم تبغي تفرض علينا موضوع تاع اللايف اليوم. ايوا هذا هو الفيلم، هذا هو الفيلم. اقرا لي، راه مكتوب قدامك هذا كتاب. هذا باين باللي متسر المدرسه ماهوش قاري هذا. خليه يروح غادي لايف من روحي ويفرض على روحه. خليه. لا خليه يصبر احمد. الارض فرنسا. هو ديك المتسر المدرسي. اسمع اقرا لي غير الجمله الاولى برك سيدي نستعرف بك. اقرا اش مكتوب. اقرا لي واش مكتوب. جيمس ويلد هو امريكي. لا اقرا لي واش مكتوب. اقرا لي واش في سنه 1800. اقرا لي واش مكتوب. اقرا واش مكتوب ونقدم لك. اقرا واش مكتوب. اقرا واش مكتوب في الصفحه. لا هو اش مكتوب. اقرا واش مكتوب. خلاص ما عندش ما يقول. والله لا متسر المدرسي. انا قلت له قدامكم قلت له اقرا واش مكتوب. نشوفوا كيف الاخر مغربي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. صحة فطوركم خوتي. أهلا الأزهر، صحة فطورك خويا، كراكم دايرين لاباس؟ أهلا وسهلا بك. يا الازهر قلت له اقرا واش مكتوب اهرب. والله أهلا العظيم. سي الأزهر. خلينا نذكر أخونا الأزهر بموضوع اللايف يعطينا رأيه. يعني مصادر كثيرة يا الأستاذ الأزهر يعني خبرتنا باللي من بين هذا المصدر الذي يعني دايرها لكم على الشاشة، هذا مصدر بريطاني لجول كامبو يذكرنا باستيلاء الجزائريين على مدينة فاس يعني سنة 1574 وسنة 1576 في الصفحة 43. ويذكر لنا قصة استسلام المذل نتاع اسلام مولاهم اسماعيل العلوي الذي كبل يديه ورجليه وجاء عند الدي شعبان وقال له انت الموت وانا اعظم، يعني في مرتين. وفي زمن الدولة الحمادية بولكين بن احمد او بن محمد كذلك استولى على فاس. السلطان الزياني عبد الواحد استولى على فاس. طالما اننا استولينا عليها فهي لنا، يعني بنفس المنطق نتاعهم الذي يعني يجادلون به وينشرونه. قال لك مولاهم هذا مش عارف شكون دخل بالعود نتاعه للتوات فاصبحت التوات له، فنحن كذلك بنفس المنطق اوكي وبنفس العقليه نقول ان فاس تاعنا لاننا استولينا عليها في التاريخ 4 أو 5 مرات. هذا موضوع اللايف. واش رايك اخونا الازهر الجزائري؟ تفضل. السلام عليكم، تحياتي للجميع. والله يا خويا بولوغين انايا ما نحبش نخوض بزاف في الماضي القديم. انا ماذا بيا المغاربه كون يطلع واحد شويه مثقف فيهم يجاوبني على واحد السؤال فيما يخص يعني الاستقلال تاعهم المزعوم. انا قريت في واحد لي دوكيمون باللي هما ما عندهمش اون انديبوندونس، ما عندهم اون انديبوندونس دون لانترديبوندونس، يعني استقلال داخل كيفاش نقولوا الانترديبوندونس ترابط. نورمالمون هذا هو لو سينونيم تاع كلمه والله الشرح نتاع كلمه انترديبوندونس. هذا طبقا لاتفاقيات سال سانكلو اللي تمضات في سال سانكلو لو 5 نوفمبر جو بونس 1955 واللي هي راه كاين واحد الحس مش عارف عنده اخ من الاخوان. وي عندي انا وي سي بور سا انايا يحكيو لنا طرح على الانديبوندونس دون لانترديبوندونس. هذه برك لي باش نوضحوا الامور. اسكو الدوله هذه مستقله فعلا؟ الانترديبوندونس الحمايه نورمالمون، الانترديبوندونس هي الحمايه. حمايه نو سي با لانترديبوندونس، الحمايه سي لو بروتيكتورا. هذه كلمه بروتيكتورا سي صار الحمايه. ولكن انا بغيت نحكي كش ما يحكيو لنا كاش واحد منهم يعني اعرف لا سيتوياسيون تاع بلادو هي اسكو بلادو مستقله عندها استقلال كامل وشامل وكلي، والله ما زالت مرتبطه ارتباط عضوي ووثيق بالدوله الفرنسيه. دونك الى يقدر فيهم واحد يخالف الشيء اللي راني نقول فيه مرحبا به، ومعليش مستعد حتى نفتح له لا كاميرا نوري له واحد لو دوكيمون على واش امضى السلطان تاعهم محمد الخامس في 55 في سال سانكلو لو 5 نوفمبر ولا لو 6 نوفمبر 1955. هذيك هي خارطة الطريق اللي رسمت الدولة تاعهم الحديثة باش يجي يتكلم. وي تفضل. هي يعني صح ان شاء الله ما كاش مشكل. كاش مغربي ولا راهنا في اللايف يطلع يحور مرحبا به، يطلع باحترام يجيب لنا المصادر وما يهضرناش مره صح، يجيب لنا الدليل. ولكن انا الذي يعني الاحظه يعني من غير ما اقرا اي كتاب نشوف ان بلاد اليوم ما زالت محتله في 2024 ما زالت محتله. قلت لهم دول افريقيه يعني فقيره جدا، مثلا في افريقيا عندك تشاد، عندك مالي، عندك نيجر، عندها السياده على ارضها 100%. المغرب ما عندها السياده على ارضها، ما زالت ثابته مليليه جزر، عندها صحراء متنازع عليها. اوكي زيد السياده على الارض، يعني حتى الشعب ما عنده السياده عليه لان حاكمينها اجانب، يعني طول التاريخ حاكمينها اجانب. هذا العلويين منذ 1666 هم حاكمينهم اجانب ويسموا انفسهم بالعلويين. لو انهم دخلوا في المغاربه وقالوا هذه سلاله مغربيه نقولوا نعم مغاربه، ولكنهم يصرون على تسميه انفسهم بالعلويين. يعني ما عندها السياده على الارض والذين يحكمونه اجانب، فكيف لهذه الدولة أن تتكلم عن السيادة؟ زيد الاستباحة. المغرب الأقصى كان دائما أرضا مستباحة للأوروبيين ودول كثيرة، يعني دارينها الحديقة الخلفية يعني لأوطانهم، يجوا يشروا 500 شركة فرنسية يعني تحلب هذا البلد حلبا، يعني تستنزف مقدراته، تتقاسم معهم استغلال الفوسفات، المياه، الحليب شركات فرنسية، النقل، المواصلات كله فرنسي.
إذا نسألهم أين هي السيادة التي تتحدثون عنها، بالإضافة لما تفضلت به الأخت نوميديا. العالم تاعك دايره لك أوروبي، نشيدك دايره لك ليون مورغان، تخلص عليه كل عام، تخلص عليه إتاوات. أنا لا أفهم مع هذه الدولة عن أي سيادة تتحدث. حبذا لو كان مغربي مطلع يجي ويفهمنا يعني هذا الكلام وهذا اللي قلته، هذه المطارحات، يجي يشرحها لنا ويتوسع فيها ويفهمنا كيف لهذا البلد أن يسمي نفسه مستقلا وهو مازال محتل منذ 600 وشي سنة. نشوفوا كاش واحد يطلع عنده، نعتقد هناك العلوة. شوف العلوة لكن تبقى محترم أخويا وتناقش يعني يعني بعقل وبمنطق، مرحبا بك، لكن تبقى هذا التشويش أعطونا كلمة الأخوة. شكون؟ ايه قدور، تفضل قدور، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. صحة فطوركم وتقبل الله صيامكم. آمين شامين جماعة إن شاء الله. آمين. نحكوا على نهضروا على الواقع وليس المواقع، نحكوا على الواقع ياك. إذا نهضروا على الواقع قول الحق ولو كان مرة. إذا نتحدثوا على الصح بدنا لا عاطفة لا والو، معناها نهضروا على السيادة المطلقة للدول ياك. نعم ماشي. راكم تهضروا على يعني المملكة المغربية. درك العالم ينقسم إلى قسمين. العالم الاستعماري كان دول الكومنولث البريطاني والدول الفرنكوفونية ياك. كان الدول اللي حكمتها بريطانيا المملكة المتحدة، والدول حكمتها فرنسا. درك احنا معنا تديش العاطفة. اسمع، سواء المملكة المغربية أو الجزائر أو تونس أو موريتانيا أو يعني الدول الإفريقية الأخرى للتنظيم الشمال الإفريقي، هي كلها دول فرنكوفونية، وفرنسا هي التي رسمت الحدود ولحد الآن تتدخل في شؤون هذه الدول. وهناك يعني أيادي أو حكومات سورية عاملة لفرنسا سواء من المغرب أو الجزائر، يعني هذه لا شك في ذلك. نحن نرى الآن يعني اسمح لي يا أخونا، أنت جزائري ولا مغربي أنت؟ أنا جزائري أتكلم بالعقلانية والواقع. لا ما تكلم بالعقلانية والواقع. لا شوف خليه يكمل. لا ماكش تتكلم بالعقلانية والواقع. خليه يكمل الله يجازيكم. قولوا غير. خليه يكمل، خليه يناقشني. اسمع، اسكت العلوة اسكت العلوة انت واحد على صونك. اسكت كمل قدور كمل. خلي دقيقة غير ندير لكم نقطة. اسمح لي قدور خويا، غير نقطة حوار. تفضل. الحوار هذا مش حوار جزائري، هذا حوار موجه للمغاربة. احكي لنا على المغرب، عن السيادة في المغرب. خلينا من الجزائر. المغاربة أول أخوتنا في الإسلام. أنا خاوك في الإسلام أخوتنا. اسمع، معناها من دوش الضغينة اتجاه نحن كلنا مسلمين لأننا سنحاسب أمام الله. اسمع، نتحدثوا. أنا عجبني جماعة ما شاء الله، جماعة. أنا أظن أنكم جماعة كبار، وأن هذا اللايف محترم جدا جدا، يعني لايف محترم ما شاء الله. أنا عجبني أول اللايف وصاحب اللايف أنه لايف محترم وفيه شخصيات ما شاء الله. يعني أني أتحاور مع رجال. بارك الله فيك. خش لنا في الموضوع. صب الموضوع. يعني درك أنا الدول الفرنكوفونية، الدول لا إذا لا. كان كانت المملكة المغربية. دقيقة قدور، دقيقة فتح بلوغي لو سمحت. لو سمحتوا لي الإخوة، معليش أنا خليوني برك مع قدور نديو نجيب معاه 5 دقائق ولا ميم با، من بعد نقطع المايك إلا سمحتوا لي. تفضل قدور، واصل. دعوا الإنسان يكمل. دعوا يا العلوة اسكت. علاوة غادي تتكلم، غادي ننزلك. معليش علاش كتشوشوا عليه؟ اسكت خليه يهضر. حنا نعطيو له، هذا جزائري كيفنا، ونعطيو له المجال، وانت ما عنده ما دخلك. انت مروكي مازال ما هضرناش معك. في وقتك تدخل. تفضل قدور. لا نقصوا على اخينا. اسمع، الكلام اخذ ورد، وبالعقل وبالسياسيه وخلاص. انا يعني من الاغواط، والاب تاعي الله يرحمه توفى في 2013 مجاهد، زاد في 32. اسمع 32، وكنت في الجيش وشفت الزينه والشينه، وفي العشريه سودة حكمت السيلون، كنت في الجبهه الاسلاميه انقاذ، وشفت المحاين. وراه في عمري 50 عام في عمري، ماني صغير، نرضع في 7 ونعرف تاريخ بلادي زين وتاريخ الشعوب العربيه، ولو يعني نبذه عليه. احنا كنقول لك حاجه،
احنا ما نديش مثلا يعني الحقد، نشوفش الجانب الاخر والجانب. احنا عندنا، هم عندهم عياش، احنا عندنا عياش. احنا ماشي الناس اللي تسب وتشتم واللي منا ومن هيه. احنا نهضر بالواقع، وباه ربي يجازينا. رانا في العشر الاواخر، ربي يعتق رقابنا من النار. اول نصف الموضوع ندخل عليه، ما نطولش عليكم حتى ما نروحش بعيد. الا بالله عليك، بالله عليك، الم يكن في ابان الثوره التحريريه، ألم يكن هناك ما يقدر من 220 ضابط جزائري في الجيش الفرنسي؟ وعندما أخذت الجزائر استقلالها في 5 جويلية 62، وخاصة اذهب غادي، روح اذهب غادي، روح. ثم هذا زعما الاسلاميين. خارج. لا سي لا لا سي، لا اسمح لي دقيقة زهر خويا، دقيقة ما وي اسمح لي خويا، شوي ديزولي ما سي هذا خويا. شوف هذا ان كان حقيقه اسلامي، والله الا هذه البلاد لكان تنباع غادي يبيعوا غير الاسلاميين السذاج بسذاجتهم. أنا نشكره لأنه قال زوج حوايج. قال الحاجة الأولى قال شد السيلون وكان في الجيش، والحاجة الثانية كان في الفيس. يا سي بون، لهنا خلاص حكايته، هنا خلاص حكايته. تفضلوا شوف باش ما تفضلوا. نخرجوش على الموضوع. اولا السلام عليكم. سلام سي فتح. الموضوع اللي طرحته السي بولوغين مهم جدا. ولكن عندي نفتح واحد القوس ليك الاخ بولوغين. احنا الجزائر، احنا كنا نعرفوا باسم إيالة الجزائر، وهذا احنا عندنا يعني فخر. ولكن نشوف في المغرب، في المروكي، الإيالة هذه علاش كتدلسوا على الشعب دقيقة الجزائري؟ برك، حرام دقيقة كتدلسوا معلومات. علاش ما العلوة توصلوش؟ غادي تلحق بها اخونا. العلوة دكتور، العلوة غادي نعطيك دورك وتتكلم، ولكن اذا تدخلت في غير وقت انتم كذابون. راك غادي تلحق بها العلوة. هبطني الله العلوة يجازيك ابقى بخير. سمعت. هابط وحدك، هابط وحدك، هابط وحدك، هابط وحدك، هابط وحدك. اكتب سنة يا 1812. هابط وحدك، هابط وحدك، يا هابط وحدك، مصمم يا هابط وحدك، معليش هابط وحدك. دقيقة برك اللي جاي في واحد الشعب الجزائري. العلوة دقيقة برك. دوك شفت انا في الجريدة الرسمية ل 1913 نتاع مملكة المغرب صديقي، ولكن يسمي في نفسه حتى الدولة تاعو كان يسمي فيها الإيالة. حتى كاين، وعندك الميكرو سي بولوغين، تقدر دير له الجريدة الرسمية الأولى سنة 1913. وتعطينا تاريخ الجزائر. يا اصبر برك تكونت الجزائر. يا العلوة اسمعت حقيقة تعطوني كلمة الجزائر. لا ابقى معنا دوك تسمع. لا دوك تسمع دوك. ما كتبوش يا بقى علينا. لا البارازيت، انت بارازيت، انت بارازيت، انت بارازيت. نسألوا برك ونقفل الميكرو. خلوه نجاوب. هود تحت وتحدى. برك اخوتي، خليه يتحدى في التكست، خليه يتحدث. كمل فتح الكلام. انا نتحدى المغربي هذا، كون يبقى ويطلع يشوف بلادو باللي كانت تسمى الإيالة ويكذبني. إلا عدت أنا نكذب كجزائري نكذب، قال فتح راهي تكذب. ولكن أنا شفت في الجريدة الرسمية نتاع سيدك السلطان ولا الملك ولا ما كيف تسميوه يا صديقي، يسمي أرضه في الإيالة. وكاين واحد الموضوع هكذا يتكلموا في البيع والشراء للأجانب. واحد المادة هكذا يقول لك يجوز للأجانب الشراء الأراضي في جميع أنحاء الإيالة. في جميع أنحاء الإيالة. إن شاء الله يطلع لنا كاش مروكي ويقول لنا علاه كان يسمي بلاده الإيالة وتيمنا بالجزائر. الإيالة، شوف الإيالة غير هما يعني من قلة ثقافتهم ومن قلة اطلاعهم على تاريخهم، لا يعرفون أن بلادهم تسمى بالإيالة الشريفة. والإيالة ليس فيها أي منقصة أو ذم أو عيب. دقيقة الأخت حكيمة، دوك نعطيك الأختي الكلمة. هناك إيالة مصر الحضارة تسمى إيالة مصر، إيالة ليبيا، إيالة تونس، إيالة الحجاز السعودي. اليوم أرض الحجاز المملكة العربية السعودية تسمى إيالة الحجاز، إيالة الشام، إيالة العراق. يعني الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية كانت مثل الاتحاد الأوروبي اليوم، كانت داخلة فيها الدول وكلها كانت تحمل اسم الإيالة. أوكي، كانت مستقلة يعني عندها استقلال، ولكن كانت خاضعة للدولة العثمانية. أي استقلال؟ وهي كانت ضمن العثمانية. أي استقلال؟ أنت ما زلتي محتلة يا حكيمة. إيالة على البحر المتوسط. أي استقلال؟ حكيمة طالما أنت ما بغيتيش تنتظري. تهدي لكم أي استقلال. سمعي كلمة إيالة، سمعي يا حكيمة، كلمة إيالة عثمانية كيفاه دخلتكم؟ كيف وصلت لكم؟ لماذا كانت بلادك تسمي نفسها كلمة إيالة عثمانية ليست عربية. تفضلي. إيالة الشريفة. تفضلي اعطيني كيف وصلت عندكم كلمة إيالة. تفضلي اعطيني الكلام، ولا تعرفوا غير تربحوا.
لا خلينا نقولها. شوفي يا حكيمه، قصر الباشا، قصر الباشا مراكش، كيف وصلتكم الباشا؟ صبري يا نوميديا، لقب خليني غير نسالها عثماني، كيف نسالها. وصلكم؟ هي تتكلم عن الاحتلال العثماني. انت راكي محتله من العلويين منذ سنه 1666 وهم اجانب عن هذا البلد تاعك. انت مازلتي اليوم مازلتي محتله، كيف تتكلمين عن الاحتلال؟ تفضلي يا حكيمه، حلي المايك تاعك وتناقشي معنا بعقل، اوكي، وبمنطق. ما تعصبيش ما تقلقيش. هذا علاش غير بهدوء. غنتعصب؟ علاش غنتعصب؟ ما نعصباش. تفضلي. ايوه تفضلي. انت مازلتي محتله، كيف يحكموك اجانب اليوم في 2024؟ لماذا المغاربه لا يحكمون انفسهم مثل كل دول العالم؟ الجزائر يحكمها جزائري، تونس يحكمها تونسي، مصر يحكمها مصري، الا انتم حكمكم اجانب. المغرب يحكمون مغربي، علاش يحكمون العلويين مش مغاربه. ولا لا اسف، العلويين ليسوا مغاربه، انتم محتلين من العلويين. والعلويين قتلوا في المغاربه وقتلوا في الريف وقتلوا في جباله وقتلوا في شرق، قتلوا بوحماره. صحيح. يعني معروف التاريخ تاعهم، تاريخ دموي. اقري الفشتالي ماذا ذكر في تاريخ المغرب. قتلوا الامازيغ وقتلوا الالاف. ليسوا مغاربه بشهاده كل المؤرخين، ليسوا مغاربه. هل العلويين امازيغ؟ انتم امازيغ. هل العلويين امازيغ؟ العلويين جاوا من الجزيره العربيه. تفضلي حكيمه. حقيقة ما كاين ما يتقال صراحة. تقال نتوما النقاش معكم حرام لأنكم لا عندكم لا والله حلال. والله هذه الحقيقه عندكم التاريخيه. مصادر غير موثوقة فيها. يا أختي ما عرفتش عرفينا دا ما معنى النقاش كلمة عندكم عقيم إيالة. سبحان الله. إيالة كلمة عثمانية، كيف وصلتكم للمغرب؟ بحثي في القانون لاغوس. علاش إيالة وصلتنا؟ إيالة ما معنى نحبسوش. كلمة إيالة؟ إيالة كلمة نوميديا عثمانية. نوميديا كنا ما نوميديا تناقشوا ماشي تنهللوا. معليش يا نوميديا لو سمحتي، هبطت ولا هبطوا ولا واش؟ هي بالك حطت روحها، هي راها مشرفه في اللايف. لا دقيقة ملكة تسمع فينا ملكة؟ حكيمه اسمها. حكيمة هذه. نو هذه حكيمة. حكيمة كي تسمعي؟ اسمع. انت يا بلادك اليوم مستقلة ولا مازالت محتلة؟ كيفاش؟ بلادك المغرب، هل هو دولة مستقلة أو محتل اليوم؟ هذا السؤال خاصني نطرحوه عليك. واش عندكم وثيقة الاستقلال؟ ماش مشكل. جاوبيني ودرك نجاوبك انا. جاوبيني على سؤالي ولا معليش جاوبيني ونجاوبك. هيا جاوبيني انت الأولى. أنا السؤال مطروح بالنسبة لله. يا الأخت يا حكيمة لا تصنتي انت. اصبري ماشي ما تجاوبين. ماش مشكل معليش. جاوبيني انت. هل بلدك مستقل أو محتل؟ لا خلي يا كي ما تعرفيش تناقشي. روحي للحمام يرحم والديك. روحي للحمام خدمي طيابه والله. روحي للحمام. ما نقدرش. لا يا صح صحيتي. روحي الله يرضى عليك. لا يشرفكم. ما تطلعيش اصلا. انت تعرفي الشرف. انت الشنطه تعرفي الشرف. روحي تصوقي على روحك ما تسترزقي والله العظيم. اقرا لك كتاب او كتابين. تعال طلع لي واحد يجاوبني على سؤالي. اخواني اللي راهم يسمعوا فينا، المراركه اللي يسمعوا فيا، اللي يطلع يجاوبني. هل بلدك اليوم 2024 محتل ولا مستقل؟ شو هذا؟ عبد الله مغربي او جزائري؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مغربي اخويا بخير. الحمد لله ان شاء الله. غير نتمنى تكون مغربي وتكون تهضر بمنطق وعن درايه. راكم ناس محترمين، ولكن السيده نزلات وقال لا كي بدات تخلط في الهضره الاخ عبد الله كي بدات كي بدات تخلط في الهضره. لا اصبر ما تقوليش اسكت. ما تقوليش اسكت عبد الله. انت اسكت يا المروكي. انت اسكت. دير له الكلام. راك في لايف جزائري، ما تقولش اي واحد اسكت. سمعت؟ نعطوك وقتك تتحدث. عيب. انت اللي قلت اسكت. واحد ما قالها لك. انت اللي بديت. واحد ما قالك اسكت. انت اللي قلتيها. انت اللي قلتي اسكت. يا الاخ انا راني نهضر معاك. ضيف عندنا. راك ضيف في اللايف ديالو. الله يجازيك. ويقول لك اسكت. روايه. الله يجازيك. دقيقه. شوف عبد الله انا عندي سؤال بسيط. لا سؤال بسيط قبل ما تدخل في يهضر بطريقه محترمه. خليه يهضر بطريقه محترمه. خليه يهضر. ما يهضرش بطريقه محترمه. خليه. اسمع يا عبد الله. سؤال بسيط جدا. الازهر خلي بينك. سؤال بسيط وندخل معك في اي نقاش يا عبد الله. سؤال بسيط جاوبني عليه، واطرح ما تشاء من اسئله نجاوبك ان شاء الله. هل بلدك اليوم محتله او مستقله؟
اولا عندي تعقيب عاد نسمع السؤال ديالك. جاوب على السؤال وما دير التعقيب. لا جاوب على السؤال ودير التعقيب. لا ندير تعقيب، لا ضروري ندير التعقيب. لا جاوب قبل الجواب او لا وما دير التعقيب. خلينا صاحبي ندير تعقيب، راه كاين السيد ما ديرش التعقيب، دير الجواب وما تعقب كما بغيت. لا غنعقب على المداخله اللي درت. لا جاوب ما على درت السؤال حتى مداخله. كما حبيت. باحترام الاخت نتاعك هذه ما درت حتى مداخله، والله ما درت حتى مداخله. واش انا تخلط؟ انا كان قاعد تخلط في الكلام برك. انا سؤالي بسيط. عبد الله ايها الاخوه الكرام، سمحوا لي اخواني سمحوا لي، خلوني ننظم اللايف، خاطر الاخوه راهم معنا بزاف، راهم الله يبارك 64 باش يفهموا ويسمعوا مليح. الاخت هذه اللي طلعت ما عندهاش اخونا عبد الله، سمحت المغربي، ما عندهاش، ما قارياش كتاب، ما قاريه، ما فاهمه، ما عندهاش مستوى في الحوار. نتمنى انت يكون عندك هذا المستوى. خلي الحوار بينك وبين الازهر اخذ وعطاء، اسمع منه ويسمع منك، وخلي الاخوه يستفيدون. ما تشوشناش رجعنا على الله باش ما ننزلوكش. تبقى محترم، نعطوك مساحه وتحدث بما شئت. راه سالك سؤالا فاجبه. القراء الجزائري مش انت تفرض السؤال تاعك. تفضل جاوب على السؤال وما به يعاقب كما يبغي. يجاوب اولا على السؤال. تفضل عبد الله. عبد الله رانا نستنوا فيك خونا، راك تفرغ في لاتاي. يا جاوب والله شرب التاي. خليه يشرب التاي، خليه يدير كاس تاي باش يجاوب. ماشي سؤال، بالك سؤال جا صعيب نظهر. نقول التعقيب، ما تقولش لي ما تفرضتش عليا التعقيب. يا ولدي يا روحك برك انا من الدلال، برك من الدلال هذا. وعلاش تدلل؟ وعلاش تدلوا هكا؟ وعلاش ما تعقبش؟ جاوبني خليني. هي الاخت هبطت راحت لحالها، سي بون راح. يا اصبر برك انا من الدلال قدام الناس يا ولدي. ما تعيناش ما تغلبناش، ما ناقشت ما والو. هذيك اسمع اصبر هذيك حكيمه فارغه في راسها، ما تكونش فارغ حتى انت. ما جاوب السؤال وقول كلامك. هبط علينا يرحم والديك. هبط علينا، هبط الله يعاونك. روح شرب التاي تاعك بعيد، روح شرب التاي تاعك بعيد. عبد الله غادي نعطيك الفرصه الاخيره، سمحت تجاوب على السؤال، وبعد ذلك اطرح سؤالك. اذا لم تجب عن السؤال يعني حتى اكون يعني منصفا وعادلا معك، ما تقولش تضربني. سالناك سؤالك في لايف جزائري، سالناك سؤالا اجب عن هذا السؤال، بعد ذلك سوف نجيب عن سؤالك. سالك الازهر، الاستاذ الازهر اعطاك سؤال اجب عنه، ما تهرب، ما تلف، ما تدور، ما تروح لا يمين ولا شمال. تفضل عبد الله جاوب، افتح المايك تاعك وجاوب. هذه نعطيك هذه الفرصه اخويا، نعطيك هذه الفرصه الاجابه باش تبقى في اللايف، باش تبقى تشتت لنا في اللايف وتغدى لنا يمين وشمال. احنا لا نريد هذا الطريقه في الحوار. غادي نفتح لك المايك، اجب عن هل المغرب اليوم، هل تعتقد انت كمغربي ان بلدك عنده سياده؟ تفضل افتح المايك واجب. افتح المايك يا عبد الله واجب. ممكن يكون سينيالي. استغفر الله العظيم. يا بلوغين هذو لي سينيالو يا بلوغين خويا. خلينا نسمعوا. ايها الاخوه ماذا بكم كبسونا ايها الاخوه الكرام وبارطاجوا اللايف. ايها الاخوه الكرام لكم معنا حتى نحمل اللايف يعني من التبليغات رجاء. يعني زلجوا بلوغين زلجوا هذا راح يتعيلي سينيالي ممكن. خلاص ماذا بكم ايها الاخوه ما باش يبقى لنا اللايف رجاء الاخوان الجزائريين يعني كبسونا. ضيعنا وقت والله، غضيعنا وقت.